بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة القمر دي. لو انت مش بتعرفي تعملي غريبة خالص، بصراحة هنا الطريقة والمقادير هتخليكي تعمليها بسهولة جدا جدا جدا، ومش هتبوظ معاكي ولا اي حاجة. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. بسم الله، هنعمل مع بعض الغريبة. اول حاجة معايا انا هنا طحنت السكر، فانا هاخد كوباية من السكر. طبعا احنا مش بنحبه مسكر قوي، فهنحط كوباية الا ربع. السكر ده على حسب ايه الرغبة عندك. عايزة تحطي نص كوباية حطي، عايزة تحطي كوباية الا ربع ماشي، كوباية بحالها لو انت بتحبيها مسكرة قوي مفيش اي مشكلة. فانا بصراحة هحط كوباية الا ربع، بس هي المقادير كوباية. المقادير العادية كوباية، انا احط هنا كوباية الا ربع. بحط هنا دي سمنة بلدي انا مسيحاها. هحط منها ايه 2 كوباية سمنة بلدي. هعاير في الكوباية اللي انا حطيت فيها الايه السكر. بسم الله، هعاير في الكوباية. اول كوباية معايا من السمنة البلدي زي ما احنا شايفين كده، بتكون هي طالعة من التلاجة. يبقى انا كده حطيت كوباية سكر، ده العادي. انا حطيت كوباية الا ربع زي ما احنا متفقين، عشان احنا مش بنحبه مسكر قوي. هي المفروض ان هي كوباية وادي 2 سمنة بلدي. عايزة تحطي سمنة من الصفيحة مفيش مشكلة، بتطلع حلوة قوي. معايا كمان الكوباية التانية زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا كده عملنا واحدة سكر بودرة و2 سمنة بلدي. امشي مع المقادير مظبوط تطلع معاكي حلوة قوي. بضربهم كويس قوي علشان يكونوا معايا كريمي زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. طبعا انا عشان صوت المضرب مش يعمل ازعاج، عشان صوت المضرب مش يعمل ازعاج، فانا هضربهم لغايه ما يبقوا كريمي معايا، وبعدين هوريهم لكم. كون معايا بقى كريمي خالص ما شاء الله، عامل زي الكريمه زي ما احنا شايفين اهو. الصوره بتتكلم عن نفسها ما شاء الله عليه. بعد كده هنزل ببياض بيضه، انا عملت بيضه لوحدها اهي. هاخد الصفار نبقى نحطه للبتي فور، وهعمل بياض البيضه بس زي ما احنا شايفين اهو. بياض البيضه، الصفار انا شلته في الطبق اهو، هعينه للبتي فور. هنعمل دلوقتي بياض البيضة. هحط معاه نكهة من الفانيليا، نكهة من الفانيليا، وارجع اضربه تاني. ماشي. بعد كده هنزل ب3 كوبايات من الدقيق. يبقى احنا قلنا 1 سكر، 2 زبدة اللي هي سمنة بلدي او سمنة من الصفيحة عادي، 3 دقيق. انا اول كوباية دقيق هنحط كمان كوبايتين يبقوا 3. بس انا هحط كوبايتين ونص الاول، مش هنزل بالنص التالت بتاعت الكوباية التالتة. هشوف هحتاجه ولا لا. يبقى 1 2 3. معانا كمان الكوباية التانية هنخلها كويس قوي، وبعد كده هضرب تاني بالمضرب، والكوباية التالتة هسيبها للآخر. كده انا حطيت كوبايتين دقيق، هضرب بقى مضرب، وهقفل الصوت برضو علشان خاطر مش يحصل ازعاج. مش هطول عليكم الفيديو. فضلت اضرب لما الدقيق اختفى معايا، بس كده هعوز الكوبايه التالتة لان لسه العجينه سايحه، فانا ما حطيتش غير 2 بس، هحط التالتة بقى كمان. طبعا بلم العجينه معايا كده، مش هسيبها عامله خالص، بلمها كده كويس قوي وانزلها تحت المضرب واديها ضربه كمان، ضربه اخيره. لو حسيت ان العجينه لسه بتلزق معايا امسكها قوامها كده، لو حسيت ان هي لسه بتلزق اديها كمان نص كوبايه او ربع كوبايه من الدقيق. انزل بربع الاول وبعد كده انزل بالنص على حسب ما تحتاج العجينه. العجينه ما شاء الله عليها كريمي زي ما احنا شايفين كده، ومش بتلزق خالص. انا بقى احطها نص ساعه في التلاجة قبل ما اعمل البيتي فور. زي ما احنا شايفين كده هنزلها واسيبها في التلاجة نص ساعه. دي معايا صينيه مش مدهونه ولا اي حاجه،
طلعت عجينة الغريبة من التلاجة. هنمسكها زي ما احنا شايفين كده على كف ايدينا، من هنا كده نمسكها كده ماشي، ونحطها على الصينية. ما شاء الله العجينة حلوة قوي، ريحتها جميلة قوي. على فكرة انا ما بحطلهاش فانيليا سايلة، علشان خاطر الفانيليا السايلة ريحتها شديدة فبتضيع ريحة السمنة البلدي. فانا بحب افضل احط لها فانيليا اللي هي بودر. زي ما احنا شايفين كده همشي واحدة واحدة. ما شاء الله العجينة جميلة قوي. مش عايزة اطول عليكم الفيديو. زي ما احنا شايفين كده بنكورها، مفيش اي مشكلة خالص، ونحطها. طبعا انا هعمل باقي الصينية والتزويق. انا جايبة خرزة واحدة بس للغريبة. انا عاملاها على فكرة معاكم على الفيديو على الفيديو في اول القناة. كنت حاطه لها خرز كتير قوي واشكال والوان، بس المره دي حبيت اعملها بخرزيه واحده اللي هي الفضي. هنشوف مع بعض. انا عملت هنا اهو شويه. بعد كده بنزل بصبعي كده. بعدين الحجم اللي انت عايزاه، عايزه تكبري عايزه تصغري على حسب ما انت عاوزه. فانا هملى الصينيه كلها وهنزوقها مع بعض. كملت الصينيه للاخر زي ما كورنا كده مع بعض. انا جايبه هنا الخرز بتاع الغريبه من عند العطار اهو، او من اي مستلزم حلواني. همسك بقى واحده واحده زي ما احنا شايفين كده. همسك بقى واحده واحده واحطها كده واضغط عليها سنه صغيره. بسم الله كده. طبعا برضو مش هعمل كام واحده معاكم وهكمل كل الكميه لوحدي. ما شاء الله بسم الله. على فكرة العجينة قوامها كويس قوي، ولا لا كده كورتها وسبتها بعملها بصبعي، بغرزها بصبعي زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله. ما شاء الله قوامها حلو قوي. يا ريت تجربيها. المقادير دي كويسة قوي. لو اول مرة تعملي غريبة اعملي المقادير اللي انا قلت عليها دي. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة، تعملي لايك وتعليق حلو كويس كده. قولي رأيك فيها لو عملتيها. بعد كده خلصها وندخلها الفرن، وهكمل باقي الصواني مع نفسي. الفرن درجة حرارة عالية زي ما احنا شايفين كده. الله الغريبة طلعت جميلة قوي 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 وزوقناها اهي. عملنا 4 صواني بالكمية اللي احنا عملناها. 3 كوبايات دقيق وكوبايتين سمنة، كوباية سكر. ما شاء الله كمية رائعة، طعمها حلو قوي، وتوفري في بيتك، تعملي حاجة كويسة وحاجة نظيفة. يا ريت لو وصلنا لغاية هنا ما تنسونوش في اللايك. هطلعهم بقى. عندي المقصوصة دي بطلع بيها، تبقى جميلة قوي في التطليع. معايا الغريبة جميلة قوي زي ما احنا شايفين اهي معانا. ما شاء الله عليها، ماسكة نفسها وحلوة قوي وبيضة مش متحمرة زي ما احنا شايفين معانا كده. ما شاء الله الغريبة طلعناها من الفرن. ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها. ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. بدل ما تشتريها غالية اعمليها في البيت لولادك كل حبايبك. ما شاء الله. يا ريت لو وصلنا لغاية هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.